جنة الورق. قصة الستوري يا مازن، الستوري اللفة بتاعت بذاكرها يوم كامل على اليوتيوب. بما اني خلصت اول مادة النهارده قلت اما اصور لكم فيديو عشان ايه، عايز اقطعه. وما بتقعدش دي بتحب ايه، تفضل قاعد سايبك الكتاب لحد ما تطلع النتيجة رسمي. حتى لو نزلوا ان احنا ناجحين لا لازم تكون معانا النتيجة. وانا بصراحة زهقت. وده دخلت دلوقتي حاليا الحمام، فانا قلت بقى إيه، ما اخد الفرصة بصراحة. الله منكم عشان تعبتوني طول السنة عمال اذاكر في قصص ناس اصلا مش موجودين في مصر. هاتوا فرعون يا عم، هاتوا فرعون، هاتوا فرعون. الله الله الله. روح انت قصة وردة. تعالوا بقى ناخد بقى كتاب الحل ده بتاع السنة اللي فاتت تانية اعدادي ده. وده الحل اللي انا كنت بحله انا والمستر. الامور كلها تستحق نص. ايه ده ماما؟ انت بتعمل ايه مروان؟ ولا حاجه. بتقطع الكتاب؟ يعني هو مش باين قطعته. هو انا مش قلت 100 مره الكتب ما تتقطعش غير بعد النتيجه ما تظهر؟ طب ما احنا عارفين ان احنا يعني ممكن نبقى ناجحين. انا برضو ما بحبش الكتاب يتقطع غير لما امسك النتيجه بايديا. الورقه. حسابنا مع بعض يا مروان. ما طب ما اعمل ايه يا ماما؟ ما احنا خلاص يا مش لازما يعني. مش لازما؟ اه انا قلت 100 مره الكتب ما تتقطعش ولا تتشال من على المكتبه غير بعد ما امسك النتيجه بايديا، صح ولا لا؟ ايه الفرق؟ بص المستفز بيضحك لي ازاي. ماشي ماشي وحلو قوي. انت كمان قاعد بتصوره؟ ماشي يا مازن. بص المستفز شكله حسابك معايا يا مازن عشان انت كمان قاعد بتصوره. حاضر. يلا وبر مين هي؟ ماشي ولا كني كل الكتاب كل. لا كل. واثق من نفسك يعني خلاص؟ شلت له الشنطه. بص ماشي حسابك معايا. بص حسابنا مع بعض. نص حاضر. نص زغلول.